بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لسه مع القول اللي ابتديناه امبارح، هل هدفي هو ربنا؟ ونبتدي بفكرة جديدة. الفكرة دي قالها برضو قداسة البابا، قال اللي هدفه الله لا يعد ينظر إلى الوراء. عاوز أحكي لكم حكاية بصرف النظر مين أصحاب الحكاية دي أو أبطالها، لكن أب أسقف كان زعلان لأن في أحد الآباء الكهنة في الأبروشية بتاعته كان دكتور في الجامعة وكان بيعمل كتب وكان يكسب كتير، والحقيقة يمكن دخله عدى 80-90 ألف جنيه في الشهر. وبعدين ربنا سمح له بالكهنوت. بعد فترة من الكهنوت، طبعا الكهنوت مش هيديله عشور اللي كان بياخده كمرتب من الكنيسة ومن الأبروشية. ومع مشاكل الكهنوت ومع مشاكل الناس والانفصال والطلاق والمجلس ومش حاجات كتيرة قوي، طبعا في متاعب في الخدمة. فابتدى يقول ايه؟ ابتدى يقول انا ايه اللي خلاني اقبل الكهنوت؟ ما انا كنت عايش ملك مش محتاج. الكلمة دي وجعت قوي المطران، ابونا المطران لما وصلت له. ليه؟ لان المسيح قال كده: من وضع يده على المحراث لا يعد ينظر الى الوراء. قديس بولس الرسول كان عنده 100 حاجة يفتخر بيها. اول حاجة كان بيعرف 4 لغات، اللغة اللاتينية واللغة اليونانية واللغة العبرانية واللغة الارامية، وهو نفسه كده. وكان حامل الجنسية الرومانية. وما كان لي ربحا فقد حسبته نفاية من اجل فضل معرفة المسيح. اوقات كتيرة قوي من الحروب اللي تيجي للناس انه يفتكر كده هو ساب ايه علشان المسيح الحقيقة، او يشتهي حياته ما قبل معرفة المسيح الحقيقية، او يفتكر تذكار الشر الملبس الموت. كل الحاجات دي المسيح بيقول من وضع يده على المحراث لا يعد ينظر الى الوراء. فاللي بيبص للوراء ويشتهي حياته ما قبل معرفة المسيح الحقيقة مش ممكن يكون هدفه ربنا. عشان كده القول بتاع النهاردة يخليني أراجع نفسي، هو ايه نمرة 1 في حياتي؟ أولادي وبيتي، ولا شغلي، ولا المسيح وملكوته؟ صباح الخير.